السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم عاد بشعيب اليوتيوبر فيديو جديد على اليوطيب. كي درتو اخويا؟ واش شبعتو الشتا شبعتو برد وبال قال لي ما كاين البرد ياس الله الا كرمنا امك السماحه اخويا لي سولو باطير بحالي شفا دير يطير. المهم ما عليناش، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في الاول ديال لا فيديو غنوضحوا واحد النقطه كنا دوينا عليها في الفيديو اللي فات، هذاك خونا عبد الاله مول الحوت اللي وقع له مشكل مع الاستاذ ديالو. قريت دي كومونتير في شكل فهمتي بنادم هاتي يدوي، ولكن غنمشيو على قد عقلهم نوضحوا واحد النقطه ابخي ندوزو ان شاء الله الفيديو ديالنا، وغادي تشوفوا معنا فن وترويض الرجال قفرتوها. ورا هذا الفيديو هذا غتبقاو مروضين كل الدركات اللي عندها شي راجل يتروض في هذا الفيديو. يلا خليك معنا وما تكونيش فقعنا، فرجه ممتعه. وطلبت منه المسامحه وكتبت نفاجئه بعمره لي صعيب انك واحد حاليا عمره ماشي سهله. الاستاذ رفض، قرر طريق اخرى الله يسر ليه. الملاحظه الاولى هو انه جاي يعطيه عمره، وهذيك العمره بغا يندموا عليها، بغا يندموا، دار عليها 600 الفيديو قبل ما يعطيها ليه. تخيل ما يكون الاستاذ اكسبت العمره، قربت يبقى يدير معاه لايف في عرفه، يدير معاه بين الصفا والمروه، يدير معاه حدا الكعبه وما يخليش في خاطره. قال لي انا بغيت نعطيه عمره ماشي سهله، راه قال في الاول الفيديو قال لهم ماشي سهله عمره في هذا الوقت. تيقول له تيمن عليه هذيك العمره، بغيتي فهمتي تغسل المغاربه دماغهم ساكن دوك الحنان، ماشي كلشي بيان سور. جبتي داك القران والورد والعمره وانايا كتاب الله وهذا، دار واحد الفيديو في باج تاعو في دوك الاهات الدنيا فهمتي باش تاطري الكحلول البيضاء واو. يعني هو جاي يطلب منه السماحه بالعمره وتيمن عليه، العمره ماشي سهله. ناري يكون اكسبت الاستاذ يقول كان دخلته الجنه وناري لك كذاب. ديك الكلمه ما نسيتهاش مده ديال 7 سنين، هذا هو الواقع. اليوم تلاقيت مع واحد الدري جا عندي، صاحبي صديق ديالي زميل في الدراسه، جا واللي كان معايا وفعلا قال لي ما كانش عليه هو يقول لك هذاك الكلام، وهذاك الكلام ما تيتقالش تاع والله لا تفرتيه. اذا انت كاستاذ انت قدوه ليا، قول لي يقدر ما تطفروش حاليا الا بقيتي في هذا الحال، ماشي والله لا طفرتيه. ديك الكلمه اللي بقات وبقات انا قلتها بواحد الايجابيه زعما. واش حال ديال الدراما يا صاحبي فيه. المهم هذه النقطه اللي بغيت نوضح، ما كنتش دويت عليها بالديتاي في الفيديو اللي فات. دابا حنا راه ماشي قلنا هذا هو اللي غلط بوحدو الاستاذ ما غلطش، راه حنا ما عرفناش شنو وقع بصح. راه قلنا كاينين اساتذه اللي بحال هكا دايرين، كاينين اللي كيحطموا الدري فهمتي، كيديموتيفي، كيعطي شي كلام خايب، كيكرهو، كاينين كيكرهك في القرايه. حنا ماشي دابا تكينا على هذا بوحدو قلنا الاستاذ راه مالك، لا واخا استاذ راه يقدر تا هو يغلط، يقدر تا هو يكون بصح قالوا شي كلمه بقات له في قلبه. حيت قريت دي كومونتير قال لك راه ما قال له حتى حاجه خايبه في لا فيديو، بصح قالوا لا فيديو فينا استاذ هانيه والله يسهل عليك وراك عزيزه استاذ. يعني المشكل ماشي في شنو قلتي ليه، واش سأتي ليه، واش قصدتي تسئل الاساتذه ورجال التعليم ولا لا. راه مشكل في التشهير عباد الله. راه صورتي سيد ما عندوش لي ريزو سوسيو، لا علاقه ليه بلي ريزو سوسيو، حطيتيه في لي ريزو سوسيو. انا تنبيع الحوت وتنبيع الحوت ب 5 دراهم، ونتعدى شي واحد يجي يقول لي تدخل شي درهم من مواقع التواصل الاجتماعي. انا خدام باش ما كنحملوش عاوتاني انت هو الكذوب يا صاحبي. نتحدى شي واحد يقول لك تدخل والله يمسخك وناري لك كذاب. والله يفدي التيك توك دوكا راهم فلوس، علمت تكذب. فيسبوك راه كيخلص على الفيديوهات، تضل تحط فيديوهات في فيسبوك، عندك باج فيسبوك تضل تحط فيها فيديوهات، تدير اللايفات في التيك توك. كنتحدى شي واحد وناري لك كذاب، ناري فقاسني والله قلت لك الحوت اللي جا، حيت الحوت راه كاين عباره عن كادو، الحوت اللي جا كادو في تيك توك والله العظيم ما باعوه في المرسى، وترى ما يمكنش. انا كنت قريت مع الاستاذ عبد الجلال، كنقرا معايا شحال هذا. اللي بغيت نقول هو انه الاستاذ على راسنا وعينينا، هذا تجي باينه. كان واحد الخطا، كي تنقولوا كان واحد الخطا من عبد الجلال، ما كانش عليه يصوروا بهذيك الطريقه، ولكن اللي تنقول انه حشومه استاذ تقول هذيك الهضره قدام التلاميذ. كنت انا في هذيك الواقعه كنت فيها، حشومه استاذ تقول هذيك الهضره تاثر الدراري نفسيا. اولا يقدر الدري يخرج بسبب هذيك الكلمه تتقولها لهم، تنقولوها وتنعاودوها، وتيبقى الاستاذ فوق راسنا، هو اللي علمنا، هو اللي كل شيء. وهذا الشيء اللي غادي نقول حاليا. شكرا. ياك بعدا دار الغلط ما كانش عليه يصوروا، والله الا قويتو بالله كبروا الموضوع لواحد الدرجه. وواحد التساؤل دابا هاد السي عبد الله مول الحوت، هاد الاستاذ هذا عاد بالك انت ياك سنين وتا قريتي عندو سنين وهو ساكن حداك، تا درتي تا شويه البوز وكيعرفوك الناس، ما لقيتي باش تروج الفيديوهات، عاد جاتك تا فكره تنوض تصوري، ماك ما تدوي معاه شحال هذا، ما كتمشي عنده بينك وبينه بلا تليفون بلا حتى حاجه. استاذ كنتي حاقرني وكذا، خليها له عبره النيت، دير له درس. واخا انت تلميذ، واخا المهم ما بقيتيش تلميذ، دير للاستاذ درس. انت قول له داكشي كتحقرني، شوف شنو بينك وبينه، لا شنو تصوروا وتشوقوا باش دير لي البوز، عاد بان لك انت
دونك راه ما بان لك الاستاذ تحفات لك ما لقيتي باش فهمتي باش ديري فيديو كوا تنطي تتصوري في الاستاذ باش ديري البوز معاه. المهم بارك على ما السوجي هذا بغيت نوضح هذه النقطه هذه بلي المشكل راه في التشهير ماشي الهضره اللي قال له سأتي ولا ما سأتيش والساء ولا لا الله اعلم بيناتهم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم منابر القلم. نحط اليوم الرحال في الصالون معرض الدولي للكتاب سيلا مع كاتبة شابة فتية لطالما أرادت أن تعانق الأدب بإبداعها، ألا وهي خولة. مرحبا بك خولة. وبيك شكرا، جد سعيدة باستضافتكم في جناحي المتواضع. شكرا. بداية من تكون خولة يا ترى؟ وقبل ما نعرفوا شكون هي خولة يا ثرى شوفوا لي الحركات ديال يديها هذه اللي غتقريكم فن ترويض الرجال تعيشوا معنا. شوف لي ديك باغا تروض الراجل، شوف لي الطريقه باش كدوي وليد مسكينه تاهي عايشه الدور يا ودي الحجاب يا زيد اختي قولي لنا شكونتي. خولة بوقروة. شنو اختي خولة بواش بوقروة؟ روضتيني من دابا انا. خولة بواش بوقروة هي مهندسة كيمياء، كاتبة جزائرية منذ عام 2017. أصدرت أول رواية لي في عام 2017 وثاني كتاب بعنوان المرأة والقهوة في 2019، وفن ترويض الرجال هو آخر إصداراتي لعام 2025. الحمد لله صدقات من هوك صافي غناخذ راحتي تعيشي معنا. بوقروة كتبات كتاب سميتو المرأة والقهوة. يا لعب الدري كتبي لنا شي كتاب الراجل واتاي والمرأة اللي عطيتيها القهوة الراجل خليتي لي الحليب وتكتك قلب الأدوار. قال لك فن ترويض الرجل كتبته في 2025 واخا خيتي راه وقضينا. الكتاب يتحدث عن طاقة الأنوثة، كيفية تفعيل طاقة الأنوثة، جرح الأب وجرح الطفولة وعلاقته بطاقة الأنوثة. عندما نفعل طاقة الأنوثة كيف ستصبح حياتنا سهلة بالنسبة لنا كنساء اليوم، وبالمختصر المفيد كيف نحصل على السلام الداخلي. وكما قلت طاقة متوازنة تساوي حياة سعيدة. متوازنة كتساوي حياة سعيدة. واو قال لك الكتاب باش الدرجات اكتيفيو الانوثة اللي عدوها اللي انت واللي عبد الرحيم والله واخا تقراي من كتابها على جات في القرايه اللي عدو حتى اللي انت راه ادوي صوتها قلت لك طيحي الارض عاد تنوض تقرا كتاب تبقى تما تهجاي باش تولي انت. كون كتاب يقرك ونقرفك التني مقويته تقاليطي بوحدك. حياة سعيدة. احنا اليوم مثل الوردات، المفروض نكونوا مرتاحات آمنات. همنا الوحيد في الحياة هو كيفاش نعيشوا سعيدات فقط، يعني احنا نعطوا السعادة وما ناخذوش الخوف، ناخذوا الأمان. أنا هذه رسالتي وهذا الشيء اللي أتمناه لكل النساء، أنه يوصلوا للسلام الداخلي. الدرجات خاص يكونوا كل وردات وكاع الدرجات كل وردات كاع بدا الدرجات تتفرجوا في شعيب راكم وردات خويتي تحياتي لكم وعدا وعاش امي تاجي احسن ورده امي راه بالعمير قلت لكم ناق قريب الله يخليكم والديكم والله ميتي الله يرحمهم سيفري. ولكن خويتي الهضره تقولي تقول شي وحده عندها 4 الدراري تفيق قلت لك شعره واقف بحال مصرفقه جن تفيق الفطور هذا ما قال خارج ناري فينا جاد ورده ولا تدبل. ولكن هادشي ما كيمنعش ان المراه خصها تهلا في راسها تحاول توازن ما بين وليداتها وتهلا في راسها والسلام الداخلي والطاقه الانوثه وداك الشيء. مسكينه الدرجات هكذا يلا بقات في الكتاب. للحديث أكثر حول اختيار عنوان فن ترويض الرجل. اليوم كانت جلسة بيع بالتوقيع، حدثينا عن ردود فعل الرجال عند رؤية هذا العنوان. نعم صراحة ردود فعل الرجال كانت مضحكة جدا. جات السيدة مطيقة جوج حروف اللي كتبت قالت لها كيفاش الرجال شافوا العنوان قالت لها الصراحة شو كنت قدك الصراحة زعما راه فهمتي زعما راه باين فيها الكتاب زعما شوفوا انا كي وليت انثى بزز صراحة ماك خويتي غتموتي يا ودي ترويض الراجل روضتيني في كريجتيني الرقويد الصراحة راه ما ترويض ما والو. لانه يكونوا يوزعوا في الابتسامة يشوفوا الكتاب تنقلب ملامح تاع الوجه تاعهم، ولكن الكتاب جذبهم بزاف لانه يعني الشيء الجمهور تاعي اليوم اللي شرا من عندي الكتاب كان رجال اكثر منهم نساء. يعني هما كيشوفوا العنوان يجوا يشوفوا هذا الشيء يخليهم يفتحوا الكتاب يخليهم يشوفوا المحتوى، ولما شافوا المحتوى عجبهم. كاين اللي شرا هذه لزوجته، كاين اللي شرا هذه لاخته، كاين اللي صوروا يرسلها للزوجه تاعها تقول له جيبوا لي نشوفوا. يا ودي الرجال يا كتاب فيه ترويض الرجال وشري تاعو عاطين مرتك بغا تروضي بوك داك لايف شامبوليز بوبويز تا بغات تنفخ في كتابه وصافي. قال لك كتابي هنا راه شاو الرجال اكثر من العيالات. ولكن شوف هذا الوقت راه ولا تخلع كاين دوك صحاب السلام عليكم ربطيني قجي ولا ما ندخلوا في التفاصيل تنحترموا الناس داك النوع البسيكوباطي راه قوا والله العظيم يشري الكتاب ويصيفطوا لك حشيك الهضره قجي لقيتي شي ما تقجي مصيبه كحل. مشاو الفطاحله مشى بشعيب مشى الرجال تيزئروا دابا بنادم ولا باغي يتربط ولاني عندهم ماشي عندنا. هذه راه كاتبه جزائريه. هل حقا يمكن ترويض الرجال في نظر خولة؟
لا أعتقد لا أعتقد أنه ممكن ترويض رجل أو ترويض امرأة. خناك بالله قسما انت فرعنا الراس تتعيوجي وطلي وكذا في الاخر راه يمكن الترويض ولاش فرعنا الراس وكاتبها في الكتاب وكذا والعيالات والانوثه واكتيفي وش بعد تروضي. في الاخر قالت لها الحق انت تعتقدين ان الرجل زعما يمكن ترويضه؟ قالت لي لا 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 ولاش كاتبه. الناس ديالكم عاد تشتي ياكلوا. شوف لا بغيت تروضي بش عيب واحد طرح ديال البطبوط كل صباح مع الخمسة الصباح يا ربي شي زويته بالدقه وشي سمينه تشوف لما يتروض والله تيولي حنحن. اش نقولك خويتي ما لقيت ما نقول لك انا سيري بحالك. ترويض الرجال في الاخر لا يمكن ترويضه. طلع تاكل كرموس نزل شكون قال لك سمعونا الدريات بغينا نعلموكم شويه زاستيوس باش تروضوا الراجل ساعه خوتنا ما قالتنا حتى حاجه. والرجال خويا كتاب لك عمر جديده وتزطاط خرجي المعزه ما غاديش نتروضوا الحمد لله العز. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم منابر القلم. نحط اليوم الرحال في الصالون معرض الدولي للكتاب سيلا مع كاتبة شابة فتية لطالما أرادت أن تعانق الأدب بإبداعها، ألا وهي خولة. مرحبا بك خولة. وبيك شكرا، جد سعيدة باستضافتكم في جناحي المتواضع. انا جمعت لكم دوك اللقيطات فين كتتعوج كتشوف الكاميرا. زعما راه الكتاب فري زعما داكشي كتبت لكم شوفوا ها الشانطه ديالها شو كتتعوج. مرحبا بكم في الجناح المتواضع. وتدقاليت ما خلات ما دارت في الاخر قالت لي يمكن الترويض وماك خويتي تدقاليت. شكون درت بيداش جناح المتواضع ويلي حيدة لقيتي. سمعي كنقول دراري في القسم ناري كنتمنى نتلاقى مع فاتي، يعني كنحسب بحال يقود شي حاجه وكيضحكوا عليا. كنقول لهم راه دوزتها في انستغرام ودات لي طاق ما كيتيقونيش وديما كيضحكوا عليا. قسما بالله العظيم فرحت. عرفتي شنو هي الفرحه؟ فرحت. شحال عندك من عام؟ عمري 19. فين كتسكن؟ كنسكن في فلا، كنسكن حدا يسرى صاحبتك. عزيز عليا كتدخل خاطر. ربي يخليك اختي انت عزيزه عليا حق الله العظيم. يا ودا سوبر مان. بطل خارق قال لك وانت اخويا ترى خاصك الخرقاش من الخارق. وعزيز عليا وساكنه حتى عندي 19. شوف يقدر الدري يكون هو كيدوي بحالك الله اعلم، ولاني شميتي ريحه ما جاش خويا وطواق ديال الله يرحم باك. ما تيشجعونا التافهين بحال هاد النوع هذا. باي ذا واي راه نايض عليهم الحمله هاد اللي جامات. راه البوليس داير خدمته، راش منك يا مونيني كاش منك يا المالكيش منك يا فهمتي. راه داو بزاف الناس حنا ماشي كنتشفوا فيهم. الله يسر على كل واحد الله يفرج على كل واحد. داك البلاصه ما تبغيش العدوك ولاني مزيان فهمتي تقرصي بنادم مره. قال تبارك الله عليك كنقول الدري ما كيتيقونش. قالت له الدري كيف كتدخل خاطرك لا ويل. البيست فريند معك الدراري. والمنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة سيخوض غدا. شتي الترويض كيدير الصحافي مسكين خدام مع راسو غفلوه في اللايف ويطلق الاوديو. جيب معاك الدراري. والمنتخب النسوي جانيت مع الخبر ديال المنتخب النسوي. هذه ماشوش مرتو ولا اختو ولا غالبا تكون مرتو. جيب معاك الدراري من البلاطو دوز على الدراري. شتي الفن الترويض كيدير بكرافاتو يمشي يجيب الدراري. داكشي لايف والله يسرعك خويا معليش تا هو باش عجبني ما تستريساش حط تليفون وكمل. وبالمناسبه نهنئ فهمتي نيشان ما كاينش. المهم سير جيب الدراري الله يرضيك شتيهم ولا. صراحه قبل ما عرفت بزاف من الناس وملي كنشرح عليهم ديك الشرط كتبدا دفاع كبير. قلنا الشرط الوحيد ديال انك تقبلي تعيشي مع والديا ودير بلاص والديك. كاين اللي كتقول لك لا كنبغي داري بوحدي كنبغي نلبس بوحدي. هذيك الهضره ديال فهمتي تلقى ساكنه مع امها في بيت تاع السطح وملي تجي عندك انت بدا تقول لك لا كنبغي داري بوحدي. لا كما عايشه مع والديك تما حتى هادو راه مواليدك كما غتعاملي مع والديك حتى هادو موالدك. هاي على الخوينز داو سمعتيش تيقول قال لك ساكنه مع امها في بيت في السطح وقال لك بغيت داري حشومه. شوف باش ندويو سيريو. شوف هو من حقك انت تطلب المراه تسكن لك مع داركم من حقك سيدي. لقيتي تفاهم معاك الله يسهل عليك. ولكن انت البنت من حقها تبغي حتى هي دارها مزيانه وتبغي ظروف مزيانه. اويلي نتوما واش عندكم بنت الناس هي تقبل تسكن في حصيره وكراج. هذه هي بنت الناس وتاكل الخبز والماء. لا قالت لك لا بغيت راجل بفلوس وبغيت نعيش مزيانه وبغيت نسكن في داري بوحدي تسمى ماتيرياليست وما مزياناش. ولا خويا حتى البنت من حقها صافي ساكنه في بيت في السطح تعاود تسكن فيه ولا راه ما مزياناش. بيت في السطح حشومه ماشي عيب. السيده كطالب انها تعيش حياه افضل ولكن اكونديسيون الله يرضي عليكم الدريات. الكونديسيون هي ما يكونوش فلوس هما الكونديسيون الوحيده. فهمتوني فهمتونيش. من حقك تطلبي راجل لاباس عليه من حقك تطلبي تعيشي في دار كذا ما يكونش هذا الشرط الوحيد انك تقولي غير لاباس عليه ويكون كيف ما بغى يكون. لا ولا نسكن في داري ويكون كيف ما بغى يكون. لا
تسكني في دارك ويكون لاباس عليه على قد الحال، ما تكوني كتبغي ويكون ود الناس، يكون كيخاف الله، يكون متدين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ما يكونش الشرط ديال الفلوس بوحدو. دويت معاها ودينا وجبنا في الوقت عقليتها زوينه ويعني وطرابتها زوينه ووالدي الله يعمرها دار. وملي قلت لها قالت لي مرحبا، قالت لي والديك هما والديا، وقلت لهم بالعكس انا بغيت نمشي نعيش معاهم حيت غنخلي والدي هنا وغنمشي نعيش تما ويونسوني ونعمر عليهم. واش اللي خلاني يعني تعمقت فيها وبغيتها، والحمد لله دابا داير عليهم بحالاش. ودابا دوز الوالده تقول لكم شنو كاين، باش ما نكذبش عليكم انا. خويي الله يسهل عليك، الله يخلي لك المراه ديالك هذيك اللي حداه، وقيله هي المراه ديالو كيعاود هو وياه. الله يسهل عليكم، الله يكمل لكم بالخير، الله يعطيكم الذريه الصالحه يا ربي، ولا خلي لك والديك. ولكن ما تقللش بنات وحدين اخرين ساكنه مع امك في بيت فسطاح وتقول لي انا بغيت داري. من حقها خويا، من حقها اي وحده تعيش في الظروف اللي بغات هي. من حقها طالبه سيدي بدارها وتعيش مع راجل ميسر وتبغيه ويبغيها وتختاروا كيف بغات، الله يسهل عليها. انت لقيت هاد البنت تقبل بهذا الشرط انها تسكن لك مع داركم ومع والديك، راه ما كاينينش ان البنات اللي ما قبلوش ما مزيانينش ولا بنات الحرام ماشي بنات الناس. لا الله يعطيكم الصحه، حنا راه المغاربه فاهمين بنت الناس. قلت لك عوجه، راه عندنا بنت الناس هي اللي تسدي عليها في كوزينه وتسكنيها مع امك وتسكن معاك في بيت وفي السطح وتحت حصيره وتاكل الخبز والماء. هذه هي بنت الناس. لا قالت لك بغيت وبغيت تسمى بنت الحرام. هو مزيان شوف البنت تصبر مع راجلها، فهمتي، ما عطاش بما عطاش، تكافح معاه شي شويه ويبنيو راسهم مزيان. ميتا حتى ما قادش على الزواج تكمش، ماشي تا خويا ما عندك تاع عشا الليله وتنوض ما بقاوش بنات الناس وسير تكمش الله يرضي عليك. يعني كتكون بعض المرات كنكون مقلق العيبات كندوي معاك كنهض عليها كتسكت ما كتجاوبني ما حتى شي حاجه. عارفه ساعات غضب حتى الا تناقشت هضره فوق هضره يعني غنوليو في شي حاجه. يعني ما كندوي معاك كنشوفها كتسكت صافي كتزيد تكبر في عينك وكتزيد يعني كتعرفها باغا تصور معاك على الحلول مره. وهادشي اللي خلاني بصراحه كنبغيها بزاف وكنحماق عليها والله يخليها ليا. وغاتالك على السيد الله الا مغيز الامور ما عندي ما يتسالك خويا. هذا قاري الكتاب ديال ترويض الانثى، ياك ما ديك كاتبه جزائريه كاتبه شي واحد ديال ترويض الانثى. مروقد الامور تنهض عليها قلت مغوت عليها تسكت تجاوبنيش. ناضي والله تسكن مع امي ما دير لها لا بيت في السطح. انا قال لا سكتي ساكنه في بيت السطح بغيتي دارك بوحدك ليه. وشوف اخويا راه ماشي انت لقيتي اللي تقبل لك تسكن مع امك صافي بنات الاخرين راه ما مزيانينش هذه اللي مزيانه. لا خويا الله يرضي عليك، عطينا الراي ديالكم. واش البنت اللي كطالب انها تعيش في دارها بوحدها هي وراجلها تمتع وياه سيدي ما تشقلب يا الراجل واش تلقى شي واحد القضيه. واخا تكون امك زوينه واخا تكون امك زبده واخا تكون امك حلوه الله يعمرها دار، راه البنت كتبغي شويه فهمتي تبغي الخصوصيه ديالها. بغات تشقلب يا واحد الليله تبقى تسنى امك حشومه فهمتي تجي شويه في شكل. وتتبقى كيسيون ديال الظروف، كلها ظروف والله يحسن العوان. صبروا مع رجالتكم اللي عندهم شي ظروف ان شاء الله ما عطاش بما عطاش فهمتي. مي كاين يقول لك شي رجال اللي ما عنده حتى عشاء الليله تنوض تتزوج وتيجي فهمتي ما عنده دار ما عنده حتى حاجه تنوض يجيب شي بنت تقول لها تسكني معايا في هذا البيت وكذا وتخشي مع امي وهذا ونقسم الله تقول له لا راه الزواج صعيب وكذا. ما بقاوش بنات الناس سير تكمش الله يرحم لك الوالد. ما نقولش شنو بان لكم نتوما في هذا النقاش هذا بيان سور بطريقه حبيه. السيد عنده وجهه نظر تنحترموها، انا عندي وجهه نظر ولسيادتكم الجماهير ديال اليوطيب واسعه النظر. دونك كل يعطينا الراي ديالو في هذه القضيه هذه. وبهكذا مشاهدينا الكرام كنعلنوا على نهايه الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، نتمنى يكون عجبكم بيان سور. لحقتوا حتى لهنايا جيم ابينو كوميريريت ونتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله.